بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بصوا، انا جربت كده حاجة فقلت يعني اطلع افيدكم بيها، لان بتحصل في كل البيوت. اللي هي ان حاجة من الهدوم تبهت على حاجة تانية، طبعا كتير جدا، وفيه حاجات بتترمي عفوا على الصوت. في حاجات بتترمي بسبب الموضوع دوت. هدوم كتير بتبوظ وبتترمي. المهم دي بندانة زي ما حضراتكم كده شايفين. آه، آه، اتبهت عليها يعني. تمام، فانا هقول لكم دلوقتي الدنيا هتمشي ازاي بحيث ان الحاجه ترجع للونها الاصلي ولا اكن حصل اي حاجه. وان شاء الله باذن الله يعني هتنبسطوا قوي من الوصفه وهتنفعكم كتير بامر الله. طيب، معانا ايه؟ ما فيش اي حاجه. ادي حاطه البندانه في الطبق، وميه تكون مغليه، وخل، وبيكنج باودر او بيكنج صودا، اي حاجه المتوفر عندك، ما تعطليش نفسك خالص. تمام، هنبتدي بسم الله. هنقول ادي الميه، بسم الله. تمام، هنحط معلقه بيكنج باودر. بصوا هتفوروا ازاي. و 3 معالق خل. بس كده، هي دي الوصفه بتاعتنا، منتهى الهدوء والبساطه. تمام، هنسيبها منقوعه بالمنظر ده من 3 ل4 ساعات، ونرجع مع بعض. كده يا جماعه، زي ما قلت لكم هنسيبها حوالي 3 4 ساعات. آه، وبقت، بصوا، بصوا البهتان رايح ازاي. طبعا متفكروش شكلها في اول الفيديو بقت بالمنظر ده اهو. شايفينها؟ راح منها اي بهتان. خلاص، بصي، وخلاص اشطفها بقى واغسلها عادي، وخلاص على كده. هو الوصفه ديت يا جماعه اعملوها لاي حاجه بهتت عندكم. واذا كان البهتان يعني حاجه محترمه قوي، يعني بقعه محترمه، يعني سيبيها 5 ساعات وهتبصي تلاقي بامر الله الحاجه اتصلحت ورجعت للونها الاساسي. يا رب يا رب الوصفه دي تكون هتفيدكم. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في وصفات تانية، سواء كانت اكل او افكار زي ديت. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.